السلام البنات، كي راكم بخير؟ هانيا كلشي مزيان. اجي نحضروا عنب مجفف بطريقه سهله وغير في دارك. كما كتشوفوا طريقه سهله ما فيها لا تعقيدات لا مكونات لا والو. بالنسبه اللي ما عندهمش الشمس على برا غتلبسي العنب مجفف في دارك وبطريقه زوينه وما تحتاجي لا مواد حافظه ولا والو. نمشيو اخوتي نشوفوا الطريقه. هنا كيف كتشوفوا هنا خديت عندي واحد 2 كيلو ديال العنب. اي نوع العنب بغيتو تاخذوا اي نوع ديروه، يعني بيض ولا احمر ولا داك الكحل اللي بغيتو على حسب. انا خديت هذا. مره اخرى غادي ناخذ العنب كثر بزياده، هذا خديت غير 2 كيلو. قلت ناخذ غير هذا نصوبه هو الاولي وديك الساعه نصوب كميه كبيره. هنايا غادي ندوز اخوتي نغسل عادي، نغسلو من الغبره والوسخ كما كتشوفوا. طريقه سهله والله حتى سهله، خصها غير شويه ديال الوقت وصافي. بالنسبه للانسان اللي ما عندوش السطاح ولا ما عندوش البانكو فين يبس، طريقه سهله. كيبس دغيا ما كيتعطلش في نهار وكيبس. بالنسبه للناس اللي عندهم الشميشه على برا وداك الشيء يبسوا على برا في الشمس، يشوفوا غير بلاصه تكون نقيه من الاحسن يكون في السطح ولا في البانكو على حسب الغبره والتراب وداك الشيء العجاج باش كيبقى كيبس نقي. صافي خوتي هنايا راني غسلتها المره الاولى والثانيه والثالثه باش تحيد منه الغبره وداك الشيء وصافي. ونتلاقاو من بعد عاود نشوفوا شنو نديرو. دابا العنب راه موجود، راه رخيص والله الا لا رخيص. انا هذا راه شريت 2 كيلو جيت 2 كيلو باورو، ومشيت هاد المره باش نعاود شريت لقيتو كيلو باورو. خديت غير كيلو، قلت خليه تلقى رخيص وناخذ بزياده، ناخذ 4 كيلو نصوبها ان شاء الله، نعطيها وقت ونصوبها. صافي هنا عندي الماء درتو كيطيب، جا القريط ديال ولدي طلق لي فيها كنور هذه اللي كنهز معكم راه كنور. لقيت طلق الاولى وغادي يطلق الثانيه، عندي واحد الشيطان حاضياه. هنا الماء درتو كيطيب، غادي نقطع واحد الحامضه نقسمها هكا على 4. انا عصرت داك الماء ديالها هكا شويه ونقطعها هكا على 4 ونطلق لها في الطنجره نخليها تطلق هذه ديالها. هنايا عندي الزيت عادي، حتى زيت الزيتون اللي بغيتوها كانت ديروها غير واحد شويه، واحد معلقه ولا 2 هكا كتطلقهم في الطنجره. غنخليو الطنجره ديالنا يسخن الماء مزيان ونطلق. كنطلقو غير كتبدا تغلي الطنجره، نحسب ما بين 2 دقائق 3 دقائق ديال الوقت اللي حطينا، حسبوا باش ما يتفرقع لكمش العنب. ومن الاحسن خليوه هكا بالعنقود ديالو باش كيبقى مزيان، باش العنبه ما كتحلش. الا سرمتيه كتحل، يعني القشره ديالها كتحيد. هنا كنوريكم ما بين 2 دقائق 3 دقائق يبدا تغلي الطنجره. هنا كي كتشوف انا هنا راني ما خليتهاش غلات، غير طولت به هو تماك لان ما خليتش الطنجره حتى غلات. المهم معليش هكا راه مزيان، خدا السخونيه ديالو الكافيه. هاد العمليه هادي خوتي كتسرع التجفيف ديال العنب، فهمتي؟ العمليه ديال الماء طايب كتسرع العمليه باش يبسلك، باش كيلوى دغيا. صافي انا درت عاود الكميه الاخرى، حيدت الاخر، درت الكميه الاخرى حيدتها. انايا غادي نحيدو. انت كي كتشوف هذا خليته شويه غلا. دوك الحبيبات اللي مشتين نجمعوهم بشي مغرف وصافي ونخليه يسقطر ونتلاقاو عاود من بعد نشوفوا اشنو غادي نديروا له. داك الحامض بطبيعه الحال ما غاديش نديرو، غادي نحيدو نلوحوه. هاد الطريقه راه زوينه وكتعرفي راسك اشنو دايره في داك الزبيب. صافي هنا جبت واحد المنديل نقي غادي نحط عليه داك العنب ديالي باش غادي نشفو. نحاول داك العنب نشفو مزيان من الماء، ما نخليش فيه الماء. مره التليفون ما كانش محطاه مزيان كيصور. دابا عاد غادي داك الحبيبات غادي نصرموهم من العنقود، ما نخليوش في العنقود، فهمتي؟ هكا راه كيتحيدوا بسهوله، حيدوهم من الجدار اخوتي، فهمتي؟ صافي انا غادي نبقى هنا كنوريكم هذا الخري شويش خليته في العافيه بزاف تتحل، كاينين معليش مزيان. المهم اكثريه ما تفوتولوش 5 دقائق، اكثريه الا فات الحد 5 دقائق ما تفوتوهاش وهو في وسط الماء.
صافي كنحيدو كنستقطرو، كنجيب واحد المنديل كما كتشوفوا معايا، كنحطو عليه العنب ديالنا، كنحاول نصرم داك الحبوب من داك العنقود كما شفتوا هانت حيدتو، نصرمو كله من العنقود ما نخليش، باش هنايا غادي نبقى نشف العنب ديالي بداك المنديل باش ما يبقاش فيه ديك الماء. هي ديك الزيت كتخلي العنب يبقى رطب ما يبش، وكتعطيه حتى شويه ديال اللمعان. صافي انا غادي نستمر هكا نحيد هذا الشيء حتى هنا. خوتي باقي كتفرجوا فيا، ما تبخلوش على اختكم بواحد الجيم، واحد التعليق زوين والبارطاج، ولا باش ما خصوش تابونوا على الجديد ديالي ولا لا يخطيكم عليا. صافي هكا كنوضع عليه المنديل وكنحاول نشفو من الماء، نشفو ما نخليش فيه الماء، لان كل ما شفتيه مزيان كل ما كيعاون باش يبسلك. شتي خوتي كي جا فاش كديروا في الماء كيتبدل اللون ديالو، كيبقاش ديك الخضوريه كيف كان، فهمتي. هذيك العمليه كتسرع الطياب ديالو. انا جبت واحد الطبسيل، جبت واحد الكاغيط درتو على الطبسيل باش غادي نديرو اخوتي في الفران. غادي نستفو في الطبسيل ديالي مزيان، نستفو وغادي نشعلو الفران حتى يسخن، ونقللو الدرجه الاخريه ديال الفران. الدرجه انا عندي ديال الضوء، الدرجه الاخريه كيبقى يسخن حتى كيسخن وعاود يدفى، كيسخن حتى يسخن ويدفى. المهم هي تشوفوا الواحد جبدوه خليوه يبرد وعاودوا ردوه على حسب الفران ديال البوطه، لان الشعل البوطه ماشي هو ديال الضو كيدفى. انت اخوتي نخليه مشعل قليل، مره ردوا له البال، لا شو عندك كيتحرق، شو كيتحرق يعني بدا كيوصلوا الطيب خرجوه لبرا، خليه حتى يبرد الفران، دفي الفران خليه يبرد وعاود رجعوه. خصو ديما تبقى واحد السخونيه معتدله بحال شكون السخونيه ديال الشمس، فهمت اخوتي، حتى يبس معاكم. كنظن تكونوا فهمتوني، نتمنى يكون الشرح ديالي واضح. دابا غادي نشعلو الفران يسخن وغير يسخن، قلوه اخر درجه وخليوه هكا واحد 10 دقائق وعاودوا ضفيوه عاودوا شعلوه. المهم اما حاضرته انا 4 المرات كنخليه مشعول مع انا عندي ديال الضو الدرجه الاخريه هو كيشعل ويطفي بوحدو. هانتم هذه المره الاولى، هذه الخرجه الاولى من الفران. شتي كي دار صافي هنا بدا كيلوح، بدا كيبس. دابا انا حركته، حاولت نخلطو باش نقلبو ديال الفوق يولي لتحت ديال الفوق هذا، دخلته. هذه المره الثانيه، الخرجه عاود الثانيه. الثالثه ما غاديش نوريها لكم، غادي نوريكم الرابعه. هنا صافي راني صافي، هنا ما غاديش نعاود ندخلو، غادي ندخلو غير الفران باقي سخون، نخليه يعني الفران دفيت عليه وغادي نخليه تما حتى يبرد كما كتشوف. هذه صافي الاخريه دخلتو خليتو تما حتى يبرد كاع في مره. صافي اخوتي الزبيب ديالنا هو هذا، هو واجد غزال من داكشي الرفيع، يعني اقتصادي وعارفه راسك اش دايره فيه وكيفاش وجدتيه. هانتي وعرفتي اخوتي والله حتى غزال. الحلاوه كيقطع بالحلاوه، تقول دايره له السكر. ايوا اخوتي صافي هذه هي الطريقه ديالي ديال العنب مجفف. نتمنى الطريقه تكون عجباتكم والشرح يكون واضح، ونتمنى اخوتي عجبتكم يجربوها. وكنقول اخوتي العزاز تبارك الله عليكم، الله يخطيكم، والى اللقاء وشكرا بزاف بزاف.